السلام عليكم. طالب مراهق في دولة غربية عمره 15 عاما أحب معلمته، وهذه المعلمة عمرها 40 سنة، متزوجة ولديها 3 أولاد. بادلته هي أيضا شعور الحب، فأخذت تخون زوجها وتمارس الجنس مع عشيقها الطالب المراهق، وقد كان أصغر من أولادها. فاحت رائحة هذا النتن حتى وصلت إلى إدارة المدرسة فأزكمت أنوفهم، فكانت هذه الجريمة الأخلاقية سببا في فصل تلك المعلمة من المدرسة ومعاقبة ذلك الطالب المراهق، فكانت فضيحة مدوية انتشرت أخبارها حينها على مختلف وسائل الإعلام. هل تصدقون يا سادة بأن هذا الطالب الفاشل الزاني بمعلمته الفاسقة قد كبر والآن لديه رأي في الدين الإسلامي، ويريد إعادة تشكيل الإسلام، ويروج للطعن في نبي علم البشرية الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهل عرفتموه يا كرام؟ هل عرفتم عن من أتحدث؟ وإلى أي عقلية وبيئة وتربية ساقطة أشير؟ هل تدركون مع أي شخصية منحطة نتعامل؟ صدق الأستاذ مصطفى محمود عندما قال: ويأتي على الحق لحظة يظنون فيها أنهم مجانين من فرط الوقاحة والثقة التي يتحدث بها أهل الباطل. سنسمع كثيرا هذه الأيام عن الإرهاب الإسلامي والتطرف الإسلامي وتمثيليات وفبركات وهجمات، وسيستمر الاستفزاز للمسلمين. لكن يا أحبة، مع كل هذه الحرب والفوبيا والمكر، مكر الليل والنهار، أقول مع كل هذا أنا متفائل بأن الخير سيكون للمسلمين، وأن النصر سيكون للإسلام، وسيسمع الناس بالإسلام أكثر فأكثر، وسيبحثون عن الإسلام أكثر فأكثر، وسيعتنقون الإسلام أكثر فأكثر. كما قال الخطيب الإدريسي: إن الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد، والله بالمرصاد لمن يصد، وهو غني عمن يرتد، وبأسه بين المجرمين لا يرد، فإن الله لا يعجزه أحد. فجدد الإيمان جدد، وحد الله وحد، وسدد الصفوف سدد. وأرجوكم يا كرام، أرجوكم لا تناشدوا أحدا للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تناشدوا الدول ولا تتوسلوا الساسة، فهذا دين الله يحارب، وهذا رسول الله يستهزأ به، والساحة مفتوحة. فإن كنت مسلما فتقدم وانتصر لدينك ورسولك، انصره بكلمة، انصره بقرار، انصره بمقاطعة، يا رجل انصره بما تستطيع، لكن لن نستجدي أحدا لنصرته، فالدفاع عن رسول الله شرف، ونصرة دين الله شرف، والله يختار من عباده من يشاء. الله تعالى يختار من يمنحهم هذا الشرف، الله تعالى يختار من يزينهم بتيجان هذا الشرف. قال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله ونعم بالله.